السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة هعمل لكم فيديو جميل جدا، بس قبل ما ابدأ الفيديو عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واللي ما صلاش على النبي يا ريت يصلي على النبي ويكتب لي في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة انا هعمل لكم فيديو جميل جدا عبارة عن الكانيلوني بالدجاج. الفيديو ده جميل جدا وتغيير طعام وحاجة جديدة. انا عارفه ان هو يعني كان لوني معروف، بس ممكن تكونوا يعني ايه رايح عن ذهنكم ان انتوا تعملوه. ويا ريت يعني اللي بيشوفني لاول مره او شاف قناتي وما اشتركش يا ريت يشترك، عشان اشتراككم فعلا يعني ايه هيفيد القناه كتير. وتعملوا اللايك عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدات. وايه وبيكم القناه هتكبر، وبوجودكم معايا القناه هتنجح. وعايزه اقول لكم حاجه، ان الكانيلوني دي وصفه جميله جدا يعني وسهلة، هي يعني ايه تغيير طعام والولاد هيحبوها وكده. وعايزة اقول لكم بقى قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كبير للفيديو. ودلوقتي بقى نقول المقادير بتاعتنا. اول حاجة هنعملها مع بعض العجينة بتاعة الكانيلوني، والعجينة عبارة عن 2 كوب من اللبن. الاتنين كوب من اللبن دول حوالي تقريبا اللي هو الكوباية 250 ملي، حطيت كوبايتين يعني المقدار ده كوبايتين، يعني تقريبا نص لتر من اللبن او نص لتر من الحليب. وبعد كده هنضيف البيضتين. وبعد ما هضيف البيضتين خلاص هضيف بقى ايه معلقتين من الزيت. لغايه دلوقتي ماشيين اهوت. 2 لبن، 2 بيض، 2 زيت، معلقتين كبيره اللي هي معلقتين الطعام زيت. وبعد كده هضيف بقى الفلفل الاسمر، واضيف الملح. واخر حاجه بقى هضيفها معايا اللي هي كوبايتين من الدقيق. ونفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها اللبن اللي هي 250 ملي، هي نفس الكوبايه اللي هعاير بيها الدقيق. يفضل ان نفس الكوبايه اللي هي تعاير بيها، واروح اضربه في الخلاط واوريه لكم. وبعد ما ضربته في الخلاط بقى كده اهو حطيته قدامكم كده عشان تشوفوه. وبعد كده هروح على بقى طاسة على النار، ادهنها زيت، واخد بقى كبشة كده من العجينة بتاعت الكانيلوني بتاعنا كده، ونحطوها في الطاسة ونفردوها سوا كده مع بعض اهوت، عشان نعمله احلى كانيلوني في الدنيا. بس وتبداي تفرديها بالشكل ده كده بالراحة كده، بالراحة 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 خالص كده، لحد ما تتفرد معاكي كده وتحسي ان العجينة ايه يعني اتفردت معاكي وبقت بالشكل اللي قدامكم ده. وبعد كده اسيبها على النار لحد ما تعمل الثقوب بتاعتها، اللي هي تحس ان العجينه مخرمه كده بس هي مش مخرمه. يبقى هي كده نبداو نقلبوها بقى على على الوجه التاني بتاعها. ويفضل شوفوا اهي قدامكم اهي. ويفضل يعني ايه نسيبوها لغايه ما تاخد اللون البني كده من تحت، يعني ما تبقاش فاتحه، لا تاخد اللون اهوت كده. وبكده تبقى العجينه بتاعتنا استوت. واخلص بقى بقيه الكميه وبقيه العجينه بتاعت الكانيلوني وارجع لكم ان شاء الله. وبعد ما خلصت الكميه هيت بتاعت الكانيلوني، بسم الله ما شاء الله، اغطيها عشان تفضل طريه عشان ما تنشفش وتتقطم مني لما نيجي نكمله الوصفه. وبعد كده عندنا هنا صدور دجاج مخلي. اقطعها كده، اقطعها الى شرايح كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هاخدها واروح على طاسه موجوده عندي على النار، اضيف معلقتين من الزيت وانزل واضيف بالفراخ الفراخ بتاعتنا اهو. وبعد ما نزلت بالفراخ اقلبها بقى واضيف عليها حبة من الكاري وملح وفلفل، واخدهم تقليبة كده. واسيب بقى الفراخ بتاعتنا يعني ايه تتسوى، و يعني ايه تاخد تسويتها كاملة وتنضج كده معانا، ونسيبها كده مع نفسها. وعبال ما تكمل تسويتها نروحوا بقى نكملوا بقية المقادير الوصفة اللي احنا هنضيفوها على الدجاج بتاعنا. ودلوقتي انا عندي فلفل الوان زي ما انتوا شايفين كده، اقطعه برضو الى شرايح.
وبعد ما اقطعه لشرايح اقطع كل كميه الفلفل اللي عندي طبعا حاطه قرن فلفل احمر واصفر واخضر، وحاطه قرن شطه. يعني انا بحب الحاجه تبقى حراقه شويه، حاميه شويه كده. وبعد كده اروح اقطع البصل، وبعد كده انزل بالخضار ده كله، الفلفل الالوان والبصل، على الدجاج بتاعنا. والدجاج يعني بدأ يعني يستوي معانا. وبعد ما نزلت كده بالفلفل الالوان والبصل، اقلبه كده بقى مع الدجاج واسيبه لحد ما يدبل وياخد ويدي كده مع الدجاج او الفراخ بتاعتنا. يعني كده يعني ايه، تدبل الحاجه، تحس ان الخضار كده دبل معاكي. وبعد كده بقى نروح نعمله بقى الصوص او الصلصه بتاعه الكانيلوني. عندنا هنا معلقه كبيره من الثوم المهروس، وانا ضايفه معلقتين من الزيت. واول ما ريحه الثوم بتاعتنا تبدا تطلع، نضيف عليها كوبايتين من عصير الطماطم. وبعد ما هضيف كوبايتين من عصير الطماطم، ازود بقى البهارات اللي احنا هنحطها. هنحط بقى معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل، ونحط برضو معلقة من الزعتر، عشان الزعتر بيدي نكهة حلوة كده للصوصات او حاجة فيها طماطم او صلصة، فالزعتر بيبقى كويس. ادي الفلفل وادي الملح وادي معلقة الزعتر. ونسيبوها كده يعني ايه، تاخد غلوتين كده، تاخد وتدي مع نفسها. وبعد كده نروحوا بقى ان ايه، نكملوا بقى بقية الوصفة بتاعتنا، بقية الكانيلوني بتاعنا، وايه هو بقية الطريقة. وبرضو لسه الخضار بتاعنا لسه على النار طبعا لغاية ما يكمل سوا ويدبل معانا. اوريهولكوا اهوت. ما شاء الله بدأ يدبل معانا، هو خلاص يدبل، يعني هو استوى خلاص يعني. دبل معانا الفلفل والبصل والفراخ، ما شاء الله كملت التسوية. ودلوقتي بقى انا جبت الصينية وادهنها بقى ايه بالزيت كده، واحط فيها معلقتين من الصوص بتاعنا او الصلصة اللي احنا عملناها، نفردها كده في الصينية. وبعد ما فردت كده ابدا بقى ايه، اجيب بقى الكانوليني بتاعنا، وابدا بقى احط فيه الحشوه والفه ايه، زي السندوتش كده. اهو زي ما انتم شايفين كده. اضيف بقى ايه الحشوه بتاعته، يعني تقريبا معلقتين من الحشوه بتاعتنا ديت. وبعد كده تلفيه بالراحه، يعني ايه زي السندوتش زي ما بتلفيه. وما شاء الله شوفي، ولا تقطع منك ولا جراله اي حاجه. ان شاء الله العجينه جميله جدا، عشان يعني ايه غطيناه. اول ما طلعناه على طول غطيناه عشان يفضل طري معانا، وايه ما يبقاش يتقطم معانا واحنا بنلفه بالشكل ده. والفتحه بتاعته بقى اللي هي الاخرانيه هي اللي هنحطه عليها في قلب الصلصه اللي قدامكم ديت. وهعمل معاكم واحده كمان، وبرضه هلفها بالراحه. واهم حاجه وانت بتلفي يعني ايه تضغطي يعني ايه تضغطي كأنك بتلفي سندوتش، يعني ايه بتضغطي الحشو جواه كده عشان الحشو ما يقعش منه. اهوت. وبعد ما خلصت بقى ده تاني واحد، هخلص بقى بقية الكمية واوريها لكم ان شاء الله. اهو تشوفوا حتى الفتحة بتاعته بتحطيه عليها. وبعد ما خلصت كمية الكانيلوني كلها قدامكم بالشكل ديت، اجيب بقى بقية الصوص بتاعنا او الصلصة بتاعتنا، نحطوها على الوش كده، عشان لما يدخل الفرن هي يعني ايه ياخد يحمر بقى ويستوي معانا كده. وبعد ما حطيته هدخله على فرن على درجة حرارة، انا مشغلاه من بدري يعني من اول ما عملت الصوص، درجة حرارة 180. ودلوقتي هو طلع من الفرن، وما شاء الله جميل جدا. شوفوا شكله جميل جدا 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 جدا. والله يا جماعة شكله رهيب. وادي انا قدمته اهو في طبق التقديم يا جماعة. وما تنسوش تعملوا اللايك وتدعموني باشتراكاتكم في القناة، عشان يوصل لكم كل جديد عن قناتي، قناة مروة الحداد. والقناة مش هتبقى غير بيكم وبوجودكم معايا. وباي باي.